السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو نزلناه مع بعض. صباح الجمال، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة وقلوبكم طيبة. يسعد صباحكم جميعا ويصبحكم بالخير واليمن والبركات. كل سنة وانتم طيبين ويدوم عليكم الخير واليمن والبركات في الأيام الحلوة الجميلة دي. بصوا بقى، انا بعتذر لكم جدا 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 على ان انا نزلت على المنتدى امبارح ان انا في فيديو هينزل، وللاسف انا ما نزلتش ولا فيديو ولا شورتس بقى ولا فيديو طويل ولا اي حاجه خالص. فهو الموضوع جه معايا فجاه، ما كنتش عارفه ان احنا خارجين فخرجنا. فشارك معاكم دلوقتي اليوم وهقول لكم احنا عملنا ايه بالظبط. اول حاجه، صحيت وكان الاولاد طبعا صاحيين معايا، فكنت عايزه اعمل فطار كده، وفي نفس الوقت عارفين بقى اللي هو مكسله ومش قادره اعمل حاجه، وعايزه اكل كده حاجه، يعني حاجه كده فيها فيتامينات تغذيني. عايزه اتغذى عايزه احس نفسي ان انا في غذاء، في حاجه حلوه. فقلت اعمل ايه؟ كان عندي اخر حبه واحده كابوتشي يعني صغيره. السلطه دي انا عملتها ونزلتها على قناه الوصفات باكتر من طريقه. ف يعني ما اعرفش، لقيت نفسي بفتح الكاميرا واصورها معاكم يعني وانا شغاله هنا ايه على قناه الوصفات. كده كده حاجه عندي جاهزه يعني. طلعت علبة بنجر من الفريزر، كنت مطلعاها من الصبح من بدري، ففكت معايا. وخدت بقى واحدة الكابوتش دي، حتى كان فيها جزء كده مش لطيف، اخدت بس الحتة السليمة اللي منها، والباقي ايه عينته ايه للطيور يعني وكده. واخدت بقى البنجر، كنت سلقاه ومقطعاه شرايح ومجهزاه وحاطاه في علب تلاجة وعيناه في الفريزر. لو كنتوا اتفرجتوا على الفيديوهات اللي فاتت وانا بجهز كده وجايبه الخضار، فلما جبت البنجر كنت جايبه كيلو ونص، سلقته نص سلقه وعملت فيه الموضوع دوت شرايح كده وعلى الفريزر على طول. فالمهم طلعت العلبه قطعتها كلها. بصراحه البنجر مفيد جدا وفيه فوائد عايزه اقول لكم عظيمه، يعني تنبهروا بيها. فالمهم ان انا قطعت الكابوتشي وقطعت كمان البنجر. ممكن تلغوا الكابوتشي خالص، تحطوا خضره او تحطوا جرجير، بتبقى حلوه كمان يعني، مش شرط الكابوتشي، الخضار اللي موجود عندك يعني. وحطي فلفل، حطي طماطم، حطي فلفل الوان، حطي ذره، حطي مشروم، يعني الحاجات اللي موجوده عندك انتي استخدميها. تمام. فالمهم انا حطيت كابوتشي، حطيت بنجر، حطيت كمان، انا مش عارفه هو الدنيا ضلمت ليه كده، بس انا ما خدتش بالي عفوا ما خدتش بالي من الكاميرا. هي يعني كانت مع نفسها كده شغاله عماله تلعب شويه كده وشويه كده. فالمهم انا كان عندي فاكهه طبعا، عندي عنب وعندي اللي هو الخوخ، بس مش اللي هو البلدي بصراحه يعني. كان نفسي يبقى البلدي، انا بحب البلدي ما بحبش ده. بس قلت بما انه هو ناشف كده ومقرمش وفي نفس الوقت يعني مش التسكيره اللي هي مش حلوه قوي، فهاخده طبعا مع شويه الخضار اللي عندي دول. حطيت كابوتشي، حطيت بنجر، حطيت عنب وواحدتين خوخ قطعتهم كده عشوائي. بصوا التقطيع عشوائي كده قدامكم. كمان عندي البلح اللي انا حطاه او نقعاه في زيت زيتون، طلعت منه كده ايه مش عارفه 5 بلحات، يعني دايما بطلع عدد فردي 3 5 7، فاهمني؟ بحب دايما اطلع العدد الفردي. فروحت طلعته وحطيت بقى حبه البركه وشويه زيت زيتون والبلح وكمان بذور الشيا. بس كده، ودي احلى سلطه تاكليها الصبح كده بدون بقى ولا ملح ولا اي سكر ولا اي حاجه خالص. هي كده تمام، حلو قوي يعني كده عنب الميكس الرهيب ده، فوايد كده على الصبح، وفي نفس الوقت انتي الميكس حلو يعني، مش طعمه غريب او مش مقبول، لا الميكس شغال وحلو جميل يعني. بس اي خضار عندك، اي فاكهه عندك، اعملي منها السلطات دي. تمام تمام. قلبتها كده مع بعض. طبعا بما اني اولادي موجودين فانا جبت لهم طبق كده، قلت لهم ايه، غرفت لهم يعني طبق عشان ياكلوه هم مع بعض. هنا كنت بدوق الميكس لقيته حلو شغال، فغرفت لهم طبق، وانا غرفت الباقي ليا في طبق، وعملت لي كوبايه قهوه بلبن لاني كانت دماغي مصدعه ومش فايقه. عارفين بقى اللي هو الايام دي انا ما بفوقش الا بالقهوه، مش شبعانه نوم، وبصحى بدري في نفس الميعاد الساعه 8. يعني عايزه انام بس مش متعوده ان انا اصحى، فبصحى بدري. طب انا صاحيه بدري ليه؟ كله نايم وايام عيد ومش معايا حاجه ومفيش شغل ورايا، ما تعرفوش انا بصحى بدري ليه. فخلاص هو الواحد اتعود خلاص. فالمهم انا بشرب كوبايه القهوه عشان اقدر يعني دماغي ما تبقاش في غيبوبه كده، بحس ان دماغي بتلق، دماغي مصدعه في حاجه غريبه. حطيت السلطه على الصينيه بعد ما حطيتها في الطبق، وجهزت بقى الفنجان القهوه بتاعي. بما ان انا بشرب قهوه فبعمل في اصغر فنجان عندي، ما بحبش اشرب يعني كميه كبيره منها. لكن طبعا
بنعتذر يعني عيالي كانوا بيلعبوا مع بعض يعني، وأنس طبعا أي حد بيزعله بيفتح بقى الصوت بتاعه. المهم حطيت هنا معلقة قهوة، وحطيت بقى السكر، وعيرت الفنجان لبن وحطيته تمام بدل المية يعني، وحطيته وقلبته كده، رفعتها على النار لحد بقى بدأت مشكشك كده من الجناب، وقبل ما تفور بروح انا صباها في الكوباية بتاعتي او الفنجان بتاعي. تمام. كان في حد سألني قال لي اشمعنى انت بتشربي فنجان وجوزك بتعملوه دايما في كوباية؟ مش اهمال مني والله، لكن هو مش بيحبه، هو بيحب يشرب في الكوباية اكتر يعني. دي رغبته. فانا طبعا انا يعني معلش، هو يفرق معايا ايه فنجان ولا كوباية؟ لو بتتكلموا على التصوير، لا طبعا انا بصور حياتي او يومي بشاركه معاكم بقى، تستفيدوا مثلا من حوار، من موضوع تتشجعوا، وصفة جديدة، معلومة جديدة، تربية أولاد، نتكلم مع بعض، ندردش مع بعض، حد يعني سأل سؤال في مشكلة نتناقش فيها مع بعض. لكن مش معنى كده ان انا عشان اصور حاجة ان انا اغير مودي كله واغير حياتي واغير دنيتي واساسيات بيتي. خلاص هو متعود على كده وحابب كده، فانا مش هفرض عليه عشان شكل التصوير يعني، فاهمني؟ انا بحب اشرب في الفنجان، انا بحب قوي، حتى الشاي بلبن بعمله في الفنجان الكبير عادي. انا بالنسبه لي مفيش مشكله، هو بالنسبه له عنده مشكله. خلاص هو حر، كل واحد حر في نفسه، هو مرتاح لكده خلاص. المهم انا قمت من نومي، الكلام ده كان امبارح اللي هو تاني يوم للعيد يعني. فقمت عادي، طبيعي كنت غاسلة بقى غسيل نشراه، فقلت ألمه. وشغلت الغسالة على مثلا دورة غسيل. أول حاجة عملت الفطار دوت، وعملت كوباية القهوة. كان هو بصراحة نايم يعني، هو مثلا ايه بيصحى على الظهر كده براحته. انا عشان اتعودت انا بصحى بدري، وعشان عيالي بيصحوا بدري فانا لازم اكون معاهم، لاني هصحى كده على كوارث وخربان البيت خالص. فبصحى معاهم وعادي، انا ممكن انام بدري وهو بيسهر كده يعني، مش متأيدين بحاجة معينة. فالمهم ان انا فطرت، وبعد ما فطرت قلت اقوم الم الغسيل. وبعد ما الم الغسيل اقوم بقى اشوف انا هعمل ايه. كنت انا اساسا لما غسيل لميته معلش يعني، انس كان بيقول لي جاي معايا يعني، انا بسجل وهو جاي يقول لي جاي امي يعني بتسجلي يا امي يعني، هو يعني لازم يسأل السؤال، لازم يتأكد بقى. فانا نسيت كنت بقول لكم ايه، بس ما علينا يعني هكلم معاكم بقى وعادي بقى اعذروني. فالمهم ان انا قلت بقى الم الغسيل ده، الغسله اللي على الحبل دي وانا بلمها آه، اسفه بملايات بقى ومفارش وبياضات وكاس مخدات وحاجات من دي وفوط. الغسله اللي قبليها بالليل اول يوم العيد انا رحت بقى ايه عنت، شلت الهدوم ونشرت الغسله دي. كانت اللهم صل على النبي، بيقولوا معايا كانت هدوم يعني عبايات وبناطيل وكده، هدوم عادي، هدومنا احنا. فالمهم انا زي ما انتوا عارفين يعني، دورة هدوم، دورة مفارش وملايات، دورة هدوم ودورة مفارش وملايات، بحيث لو دورتي على ملاية فوطة اي حاجة من الحاجات دي هتلاقيها، دورتي على هدوم ليكي او لاولادك هتلاقيها برضو. تمام. فهو ده اللي انا عملته، لميت بقى غسلين على بعض وقلت يلا بينا نطبق، لان بصوا جبل بقى جبل مواعين. فطبعا ولا كنت مواعين اسفه، مش عارفه ارميها في المواعين ليه، عشان مش بغسل المواعين وايديا وجعاني، والمطبخ مش قادره اقول لكم يعني، حتى ما قدرتش اصور فيه لان منظره بشع جدا جدا جدا. لحد ما يعني ربنا يهدي كده ايدي واقدر ان انا ايه اشتغل تاني وارجع لطبيعتي. فالمهم قلت بقى اخش اغسل اغسل برضو، اخش اطبق الغسيل، لان بصوا المنظر مش حلو. وكنت عايزه بقى اروق الانتريه، لان الانتريه اللي بيقعد فيه جوزي بنستقبل فيه الضيوف مش هينفع، وبرضو ما اضمنش الدنيا. كان في احتماليه كبيره ان اخويا هيجيلي، الكلام ده كان امبارح اللي هو تاني يوم العيد. كان في احتماليه ان انا متفقه انا واخويا ان هو ايه هيجي يقضي معايا اليوم. فقلت بقى اروق واظبط نفسي عشان لما يجي ابقى انا يعني ايه فاضيه ومش ورايا حاجه، اذا اتفاجئت ان خططي كلها باظت وان احنا اللي خارجين اساسا محدش ايه جايلي وكده. فقلت هنا اطبق الغسيل. اللي حصل بقى ان اخويا كان المفروض هيجيلي، متفقين ان هو يعني هيصحى من النوم على الظهرية بعد الظهر بالظبط هيكون عندي. فطبعا بما اني صاحيه بدري قلت منا للظهر اكون بقى طبقت الغسيل، كنست الارضيه، جهزت الضيافه اللي انا هقدمها، اغسل مواعيني، هجهز مثلا اكل في حاجه ناقصاني كده يعني، اشوف انا ايه محتاجه ايه وعايزه اعمل ايه واعمله واجهزه قبل ما اخويا يجي ومراته وعيله، عشان نقعد ايه مع بعض يعني، القعده ايه حلوه كده، ويبقى اليوم ايه لطيف وما بقاش مشغوله دايما عن اخواتي يعني لما يجولي وكده. فهو قال لي انا هجيلك على الدورية، هقعد معاك لحد العصر كده، وبعد كده ايه هنمشي عشان معانا مشوار. وانا اسامه جوزي كان متفق معايا ان اخوك يمشي من هنا، واحنا هنتكل على الله نروح عند اخواتي عشان يعيد على اخواته يعني، ونقضي اليوم بره وكده. قلت له امين.
اتفاجئت بقى ان انا برن على اخويا الساعة 1، كان اسامة جوزي بقى صحي وانا عملت كل دوت. لقيته بقى هو بيكلمني بيقول لي ايه، لا والله ده احنا لسه ايه بنصحي في العيال وما اعرفش ايه، فالوقت كده هيزنق علينا مش هيلحق يروح لاخواته اسامة. فالمهم ظبطت معاه، راح قال لي خلاص انا معايا مشوار فانا هروحه وانتي روحي مشوارك، واللي يخلص الاول يرن على التاني، ان احنا ايه بدل ما يجيلي الصبح لا هو هيجيلي بالليل اكون انا خلصت مشاويري، ويكون ايه جوزي برضو واحنا خلصنا ايه وهو كان كمان يكون خلص مشاويره. فقلت له ايه خلاص ماشي، واتفقنا على كده. لقيت اسامه بيقول لي ايه طب خلاص طالما اخوكي مش جاي يلا بينا ايه نمشي. قلت له ايه ده الجو حر ويعني هنمشي في عز الشمس كده؟ انا عارفه ان جوزي دايما بيحب ان هو يمشي يعني ايه في الطراوه وكده. قال لي لا عشان ايه هنقضي اليوم بره وكده. بالفعل في واحده يعني واحده من اخواته معانا في الشارع. رحنا لها الاول، قعدنا معاها سكت مثلا ساعتين او ساعتين ونص كده، وبعد كده نزلنا من عندها اتكلنا على الله، رحنا عند اخته التانية. اخته التانية ايه بعيدة يعني في القناطر كده. ف... فروحنا بقى ايه وصلنا لها وقعدنا معاها، وكان بقالي كتير قوي مرحتلهاش ولا هي جت عندي. فعارفين بقى القعدة بقى ايه، قعدنا بقى قضينا اليوم عندها وحلفت بقى لازم تتغدوا معايا ومعرفش ايه والله ازعل. عارفين انتوا الكلام ده، انا يعني كنت انا على لقمة الفطار اللي انا عملتها دي او كوباية القهوة، انا ما اكلتش اي حاجة تانية ولا حد من العيال اكل حاجة تانية. كنا بقى فاهميني رحنا وجينا عشان احنا نرجع البيت هتغدى عندنا في البيت، وكنت مجهزة كل حاجة، مجهزة بقى الرز ومجهزة بقى الفتة وكل حاجة كنت مجهزاها، واللحمة كده سلقاها. يعني انتوا شفتوا تجهيزات يوم الوقفة واول يوم العيد، شفتوا الدنيا معايا كانت عاملة ازاي. لكن انا يعني خلاص بقى انا ما عنديش حاجة تانية ان انا ايه يعني اعملها، اموري تمام جاهزة وهنروح نتغدى ومجهزة الدنيا كلها. حلف بقى هي وابدا بقى وخلاص بقى ومسكت فينا ومش هينفع وهزعل وهيحصل وهيجرى والله ومش عارف يا اختي. عارفين انتوا بقى الاعياد بقى بيبقى الناس بقى ايه بتمسك فيها قوي، وطبعا بحكم بقى ان جوزي مشغول وانا مشغوله، وهي كمان الله يعينها برضو مشغوله وعيالها ومدارس ودروس، فكل واحد ملهي في دنيته حاله الله يعينه على اللي هو فيه. فعارفين بقى اللي هو اما بيصدق مثلا الواحد يجي مناسبه زي كده، هي واخده اجازات وعيال واخدين اجازات، احنا نفس الحكايه اجازات والدنيا مناسبة معانا ومتاحة، فاللي هو احنا رحنا فيعني خلاص بقى عايزة بقى ان احنا نقضي معاها اليوم. احنا مشينا من عندها الساعة 9 بالظبط، يعني احنا نازلين من عند بيتها الساعة 9. فاليوم خلص اساسا، قلت هرن على اخويا امتى يجيلي امتى يروح امتى، وطالما ما رنش يبقى هو لسه قاعد ايه في مشواره بقى كده مش هينفع، خليها ايه يوم تاني. بالفعل خرجنا عندها الساعة 9، لقيت بقى وصلنا بقى ايه فسحنا بقى بصراحة يعني، ودنا قعدنا على الكورنيش. بصراحة ما صورتش حاجة، كنت مستمتعة جدا كنت مبسوطة، كنت حابة ان انا اخد الوقت دوت مع عيلتي مع جوزي مع اولادي. يعني ده مش بيكرر كل يوم، مش بتحسيه كل يوم. فبيبقى في اوقات كده بتبقي عايزة تحسيها اللي هي ليكي انتي بس، يعني تبقى خاصة بيكي ان انتي محتاجاها. انا كنت محتاجة فعلا ان انا احس بتغيير، لاني بقالي فترة كبيرة جدا جدا يمكن انا بشارك معاكم ايام ودنيتي وحالي، ما فيش فلوجات كتير، ما فيش خروجات كتير. انا يعني هي دي حياتي وهي دي عيشتي، وبحكم ظروفي وظروف عيالي والمنطقة اللي انا عايشة فيها مفيش اوبشنات متاحة ان انا خروجات على طول يعني. فانا بيتوتة بحب البيت وكده، بس بيجي عليا وقت بحب ان انا افصل وابقى محتاجة خروجة زي دي. عايزه اقول لكم ان الخروجه كانت عباره عن ان احنا رحنا لاخواته وخرجنا قعدنا شويه كده شمينا هوا. وبصراحه القناطر فيها يعني جنان كتير وشجر كتير، فتحسوا ان هي مريحه للاعصاب اساسا. وانا يعني حاجات بسيطه زي دي تفرق معايا، انا بقى مش عايزه بقى يعني خروجات واو بقى ونوادي وافخم مكان ودريم بارك وملاهي معرفش ايه والكلام. لا انا محتاجه حاجه هاديه كده، محتاجة حاجة هادية ومحتاجة حاجة حلوة كده اهدي فيها اعصابي، افصل فيها عن مود بقى الضغط ومبقاش مضغوطة نفسيا. فعلا فرقت معايا كتير، نفسيتي اتحسنت قوي، مرتاحة، حاسة نفسي ان انا مبسوطة. ولف بينا شوية كده بالعربية، وكمان جاب لنا عصير كوكتيل وقضينا اليوم كده. دخلنا البيت كانت 11 او 11 ونص. فانا بالنسبه لي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ابسط الامور انا ببقى راضيه بيها، كفايه ان انا واولادي مبسوطين وجوزي معانا، يعني دي بالدنيا وما فيها. انا بس خلاص كده انا استكفيت انا تمام الحمد لله. ف انا ابسط الامور بتسعدني، ودي حقيقه مش بشكر في نفسي والله، بس انا فعلا انا كده ابسط الامور بتسعدني، ببقى مبسوطه منها وببقى راضيه ببقى مرتاحه. هنا بقى انا لما روقت وطبقت الغسيل يعني وكده، ف في هدوم
انتوا عارفين طبعا انا بطلع هدوم يعني لحد محتاج يعني وكده. مش عايزه اقعد اتكلم كده كتير لاني مش قصدي حاجه، بس انا دايما ببقى عايزه اتكلم ان انا اوضح بس ان انت اللي انت مش عايزاه وبيعمل لك كركبه، بيعمل لك كركبه من ركنته، هدوم عايزك منى شباشب، لعب، مفارش، بياضات، سجاد، اي حاجه انت مش عايزاها خرجيها، غيرك هيستفيد. غير بقى لما تبقى مركونه كده الركنه بتاعتها هتعمل لك كركبه، هتعمل لك طاقه سلبيه، مش تبقي مرتاحه. وسبحان الله، انا لما بخرج حاجه بحس ان ربنا بيكرمني بغيرها، بخرج حاجه احس ان ربنا بيراضيني بغيرها. بس فدايما لما بتيجي فرصة مثلا بكون بطبق غسيل او بعين هدوم، وبكون حاجة مثلا شايفة ان انا مش هلبسها تاني او اولادي مش هيلبسوها تاني، وابتدي بقى ان انا في نيتي ان انا اطلعها واجيب عينها على طول. فلما باجي اسجل معاكم بفتكر ان انا اقول لكم ان احنا يعني هي بتقال ايه، فذكر وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. يعني ربنا قال ان احنا كمؤمنين ان احنا نذكر بعضينا، ما قالش مثلا ان احنا نروح نذكر حد غريب مننا، لا، يعني ان احنا ننفع بعضنا، ننفع انفسنا وننفع اللي حوالينا. فالمهم ان انا اقصده يعني ان انا اوصلكم المعلومة ان انت اي شيء لو شايفاه بسيط، والله العظيم بقى بترميه في الزبالة، لا، تخرجيه بره، حد يستفيد بيه. يعني انت شايفة مثلا عندك تيشرتين وبتلبسي واحد والتاني مركون في الدولاب، جديد قديم منتوش مش منتوش، طلعيه بره. في ناس بتستخدم الحاجات دي كحتة للمطبخ عشان مش قادرة تجيب فوط للمطبخ. بصوا ابسط الامور، في ناس بتعملها بتمسح بيها عشان مش قادره ان هي تجيب الشرشوبه. في ناس بتلبسها تروح تشتغل بيها كده متقطعه، والشغل مثلا نقاشه وبهدله بقى ومرمطه، او يعني اسفه مثلا يكون مقصودش، مش بقلل من شغل حد طبعا، كل الشغل حلو جدا، ولولا الوظائف المختلفه دي، اذا كان زبال ولا دكتور ولا مهندس ولا بيشيل زباله ولا بواب ولا غفير ولا كلها اشغال بتفيدنا، كلنا بنكمل بعضنا. ما بعيبش حد في عينه، بس اقصد ان في شغل معين بيكون فيه هلك ان الهدوم بتاعتك بتبوظ. انا واحده من الناس كان في مرحله من ضمن يعني المراحل اللي مرت عليا ان انا جوزي كان بيلبس حاجات متنتشه ومتقطعه وجواكت متبهدله عشان حكم شغله، كان بيشيل ويحط وكان بيتبهدل، فاكيد ما كانش يلبس تيشيرت وبنطلون بيخرج بيهم يروح بيهم الشغل عشان يتقطعوا وعشان يتبهدلوا وعشان يتولع فيهم وعشان يتبلوا بوهيه ويتبلوا يعني يتبهدلوا حاجات كتير. ف ما اقصدش ان انا عيب في حد، بس اقصد ان انت ممكن تكوني مستهونه بحاجه زي كده، بس فعلا هي هتفيد غيرك. يعني انت مثلا بدل ما يبوظ هدومه النضيفه، لا، هياخد الهدوم مثلا اللي هي مش احسن حاجه دي يشتغل بيها ووفر هدومه بدل ما تتبهدل منه، او آم يبوظها خسارة مثلا. وهو بدل ما يشتري تيشيرت جديد ممكن يشتري لعياله، بدل ما يشتري بنطلون جديد ممكن يشتري لمراته مثلا محتاجة حاجة او جاي عليها مناسبة، يستر بيته، يجيب طلبات بيته. فاهمني، في ناس ظروفها بتبقى يعني صعبة شوية، كلنا بنمر بظروف وحشة، كلنا بنحس بضيقة، بس في ناس بتبقى فعلا محتاجة. فانتي طلعي الحاجة دي لحد يكون فعلا هيستفيد منها، حد هي هتنفعه الحاجة دي. فالمهم ان انا ايه، قلت اشارك معاكم الموضوع دوت، لعل وعسى يفيد حد برضو، او اي حد يكون لسه بيتفرج عليا جديد، يكون مثلا ساقطه منه المعلومه دي او مش في دماغه. احنا هنا بندور على بعض، انتوا بتفيدوني وانا كمان بفيدكم. تمام، فهو ده بقى اللي انا عملته. جبت الكيسة وبدأت احط فيها الحاجة اللي انا يعني هي الهدوم مغسولة، فبدل ما تتركن عندي في الدولاب، لا، انا عارفة خلاص ان ملهاش احتياج تاني ليا ولعيالي، ففي الشنطة على طول كده ركنتها على جنب لحد ما تروح لصاحب ايه نصيبها. وفي هدوم كنت بقى عمالة اطبقها تروح لاخواتي، وكمان هدوم لاولادي طبقتها، والشتوي برضو في حاجات لسه بغسل حاجات كده كل فين وفين شتوي. كل دوت ايه عينته يا بنات. المهم بعد بقى ما خلصت كده ورتبت الانتريه وحطيت كل حاجه مكانها، لميت بقى الطفايه كانت متوسخه، كوبايه شاي، كوبايه القهوه مكان الفطار، معلقه، ظبطت الترابيزه، اديت كنسه كده سريعه كده للارض، البياضات عدلتها، حطيت الشلت او المخدات على الكراسي والكنب عندي. المهم ان انا ايه حاولت على قد ما اقدر كده ان انا ايه اظبط الدنيا يعني. وبعد كده قلت بقى احط غسله في الغساله، وابتدي بقى ان انا ايه تغسل كده وبراحتها على مدار اليوم، اغسل مره واتنين وتلاته كده، عندي البلكونه فاضيه مفيش هدوم ان انا المها ولا حاجه. وهنا بقى انا كنت بنقض الهدوم والتلاته ما شاء الله. يعني بصوا انا بكتشف معاكم الاحداث دي، التلاته ما شاء الله. بصوا انا اياد هو اللي داس على الحاجات دي عشان كان بيلعب، وجاي قال لي ايه شاديه وانس بيلعبوا في الشاشه يا ماما ومبهدلين الدنيا. فانا كنت بنقض الهدوم واقول لهم خدوا يعني، وهم كانوا بياخدوا ايه ويحطوها في الغسالة يعني.
بس فربنا يهديهم ويصلح حالهم. فلما لقيت الموضوع كده باظ منه خالص، فجيت شفت الغسالة وطفيتها وابتديت ان انا اشغلها من اول وجديد، عشان معرفش هما داسوا على برنامج ايه يعني. بس فقاسم عشان قزعه قصير، فبدأ ان هو ايه حطوله كرسي عشان يطلع ويقدر يحط في الغسالة. بصوا هنا بقى هو بيضحك ومبسوط يعني عشان ايه هو بيحط الهدوم في الغسالة. فبقيت اشاركهم كده كل واحد يطلع. وهنا بقى هما معرفش شوشو بتعمل ايه، المهم ان هما بيلعبوا، هم مش معاهم حاجه غير ان هم يلعبوا ويخربوا بس. ربنا يهديهم ويصلح حالهم. بحاول ان انا اخليهم معايا اول باول، ان هم يكونوا موجودين معايا يساعدوني. اقول لكم ان يومي خلص وانتهى بالخروجه الحلوه دي، وكان يوم حلو جدا. وده كان فيديو النهارده، يا رب يعجبكم.